ينتمون إلى التصوف، والتصوف كله أدب وخضوع، يحولونه إلى ترفع. هو تصوف، هذا النقيض تماما للتصوف. هذا الترفع، هذه الدعوة، هذا الحصر للخير، هذا النقيض التام للتصوف، هذا ضد التصوف تماما. فيتصوف يقول لك خلاص أنا اللي عرفت هذاك شيخنا بس في العالم ولا عاد حد. أيوه، وقطب الزمان وقطب الوجود والأولين والآخرين. أيوه خلاص. طيب لو كان صحيح هذا شيخ قطب الزمان علمك احتقار المسلمين، علمك سوء الظن بالمؤمنين، علمك حصر الخير في مكان. لو كان كذا هذا ما هو قطب، هذا واحد ساقط، هذا ما هو. فإذا ما علمك هذا منين تجيب هذا؟ ما نعرف أقطاب يعلمون الناس سوء الظن، ما نعرف هذا. والله ما وجد قطب يعلم أحد سوء الظن أبدا. من أيام النبي إلى اليوم ما حصل. ما يمكن قطب يعلم الناس سوء الظن. ممكن قطب يعلم الناس احتقار الآخرين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ما يتأتى هذا الكلام، ولكن هذا هو الغلو. يشتبه الأمر عليهم فيما يحتاجه السالكون من سعة المشهد في مدرسيهم مشايخهم معلميهم، نعم، حتى يرون أنهم من أفضل خلق الله. أمر ما في إشكال، لكن تطرح هذا ليكون بساط العامة وليكون معتقد الناس. لا 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 لا، ما حد قال كذا. أنت بتسلك وسع مشهدك في شيخك إلى أن تشبع بالحدود من دون ما تتجاوز الحد، ولكن لا تفرض هذا على أحد ولا تطالب به أحد ولا تطلب من نفسه. وافرح من الثاني أن يشهد في شيخه مثل ما تشهد في شيخه، كما تشهد في شيخه كذا. افرح من الثاني أن يشهد في شيخه مثل ما أنت تشهد في شيخه، لأن الأبواب يقربون الله ويوصلون إلى الله. أما لا، خلاص ما عاد في العالم إلا هدى وشيخك ومدري من ربط الخير وحطوا عنده وقفل خزائن الله. ما هكذا. هذا العابد من بني إسرائيل استثقل مشي الخليع جنبه بس قليل في الطريق. قال ليش تمشي معي أنت خليع بني إسرائيل؟ فأوحى الله إلى نبيك زمان قل لهم يستأنفوا العمل، قد أحبطت عمل العابد كله وقد غفرت للخليع ما كان من العمل كله، فهم الآن سوا. أقول لهم من جديد يبدأون. ولا هذا بيحصر الخير في نفسه. وذا اللي اسمه له العابد الثاني ينادي صاحبه ارجع من غيك، ارجع من معصيتك، ما يرضى. تحوش منه، جاء وهو ساجد حط رجله على رقبته، قال بعد رجلك والله لا يغفر الله لك. أوحى الله إلى نبيهم قال قل من هذا المتألي علي؟ ليه بيقيد خزائن مغفرتي؟ ليش أنا وكلته؟ أنا اديته الأمر في هذا من شان وفقته لبعض صور عبادتي عبد بها اليوم بيتحكم في خزائني. من هذا المتألي علي؟ قل له بل أنت، قل له أنت اللي ما بيغفر لك، مش هذا. أما الملك هو الله، والمملكة مملكة الله، والأمر أمر الله. وإن كانك صالح أو خير ولي تأدب واخضع لجلال الله. إن كنت صادق هو الذي ينتقم لعباده صادقين من حيث لا يخطر على بال، ولكن هم ما يتشطحون ولا يتبجحون ولا يترفعون على عباد الله ولا يعصون الله تبارك وتعالى بما آتاهم من فضل ومن خير ومن نور ومن هدى ومن بركة.